في آسيا الوسطى بالتحديد بين كازاخستان وأوزبكستان كان في بلد اسمها قرغيزيا، كلها جبال. عاش فيها ناس وشوشهم عريضة وعيونهم صغيرة وشعرهم اسود محمر، بيقولوا عليهم اسم قوم يأجوج ومأجوج. كانوا فاسدين في الأرض وظالمين، ما كانش حد بيقدر عليهم من كترهم وقوتهم الكبيرة. الكلام ده كان في زمن ملك اسمه الملك الصالح اللي بيقولوا عليه ذو القرنين. وصلوا ان في ناس بتعاني كتير من شر يأجوج ومأجوج. كان يأجوج ومأجوج وقتها عايشين بين سدين، امر الملك الصالح وقتها الناس تساعده علشان يبني سد بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وفعلا بنى ذو القرنين السد من الحديد ودوب عليه النحاس، وكان السد بين جبلين. ومن علامات الساعة الكبرى هيقدر قوم يأجوج ومأجوج يهدوا السد ده ويخرجوا للعالم. هيشربوا كل المية اللي موجودة على سطح الأرض، هيموتوا ناس كتير وهيبنوا صرح كبير يطلعوا عليه ويضربوا بالأسهم بتاعتهم في السماء، فترجع الأسهم دي عليها دم. من كفرهم يفتكروا إنهم قتلوا أهل السماء، وهتكون نهايتهم دود يخرج من ورا راسهم يقتلهم. معظمنا يعرف القصة دي كويس حتى لو مش بكل تفاصيلها، بس يا ترى في شعوب تانية عايشة في الأرض ما نعرفش عنها حاجة؟ طب تعرف حاجة عن كائنات عايشة في جوف الأرض بيتواصلوا مع ناس معينة وفي كمان معاهدات واتفاقيات بينهم؟ زي ما وعدتك الحلقة اللي فاتت، النهاردة هحكي لك عن مخلوقات جوف الأرض أو الرماديون. أهلا بكم في كهف. أول حاجة هحكي لك عنها هي نظرية بتقول إن الأرض مجوفة. ببساطة كده النظرية دي بتقول إن باطن الأرض أو جوف الأرض مش منصهر، ده عبارة عن عالم تاني خالص موجود على عمق كبير جدا تحتنا. بيقولك إن جوف الأرض ده كان المكان الوحيد الآمن للحيوانات العملاقة زي الديناصورات والماموس وغيرهم، الحيوانات اللي المفروض إنها انقرضت. بس أصحاب نظرية جوف الأرض بيقولوا إن الحيوانات دي لسه موجودة بس في باطن الأرض. بيقولوا إن في 6 أبواب أو منافذ بتوصلك للعالم السفلي أو جوف الأرض، يعني بتربط بين سطح الأرض وجوفها. أولهم وأكبرهم فتحة القطب الشمالي، والتانية فتحة القطب الجنوبي، التالتة فتحة منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلنطي، والرابعة فتحة مثلث فرموزة في المحيط الهادي، وخامس منفذ تحت الهرم الأكبر في مصر، والسادس والأخير المنفذ اللي موجود في المنطقة 51 في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. مين بقى هما مخلوقات جوف الأرض أو الرماديين زي ما بيقولوا عليهم؟ بص يا سيدي، الرماديين دول هم نوع من المخلوقات الأسطورية العاقلة غير البشر. سبب تسميتهم ان لون بشرتهم رمادي، بس مش دايما لونهم بيبقى رمادي لانه بيتحول للون الاصفر لما بيبداوا يحسوا بالجوع، ولما بيجوعوا بياكلوا عن طريق جلدهم لان جلدهم بيقدر يمتص المواد الغذائية، وبرضه الجلد هو اللي بيفرز فضلات الجسم. متسألنيش ازاي لان معرفش بصراحة. هما كائنات عاقلة زي البشر بس بيختلفوا عن البشر في حاجات كتير زي الشكل. اجسامهم احجامها مختلفة، ما عندهمش لا مناخير ولا ودان، ده غير انهم ما عندهمش اجهزه تناسليه زي البشر. عندهم صدر صغير وما عندهمش هياكل عضليه. اطرافهم مختلفه بشكل نسبي عن اطراف البشر. راس الرمادي كبيره بشكل ما يتناسبش مع حجم جسمه، وعيونهم كبيره وشفافه. ما عندهمش مشاعر واحاسيس زي البشر وكانهم آلات. طب السؤال هنا، الكلام ده اتعرف ازاي ومنين؟ هجيب لك الحكايه من الاول خالص بس طول بالك عليا شويه. في دكتور اسمه مايكل سلا، هو مش معروف قوي، بس الراجل ده قلب الدنيا في أمريكا بعد لما اتكلم عن واحدة من أكتر نظريات المؤامرة اللي عملت ضجة في العالم كله. عمل ورقة بحثية نشرها سنة 2004 كان عنوانها لقاء أيزنهاور مع الكائنات الفضائية. أيزنهاور الرئيس ال34 لأمريكا. قال إيه بقى سلا في الورقة دي؟ بيقول إن في كائنات تانية عايشة معانا على كوكب الأرض، وإن كان في مقابلة بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور والكائنات اللي عايشة معانا دي، اللي حصل فيها معاهدة بين أمريكا والرماديين اسمها معاهدة جريادا سنة 1954. سلا كتب في ورقته إن في الساعات الأولى من ليلة 20 نوفمبر 1954 ميلادي، لما سافر الرئيس علشان يقضي أجازته في بالم سبرينجز في كاليفورنيا، اختفى وقتها وقال إنه راح لقاعدة إدواردز الجوية علشان يحضر اجتماع سري. في اليوم التاني ظهر الرئيس في قداس الكنيسة بلوس أنجلوس. قال للصحفيين إنه حس بألم طارئ في أسنانه وراح يتعالج عند دكتور محلي. في نفس اليوم في حفلة بالليل قدم راجل للحضور على إنه دكتور الأسنان اللي عالجه. قال سلا إن الليلة دي كان بيغطي فيها أيزنهاور أول لقاء ليه مع الرماديين، واللي كانت بداية سلسلة من الاجتماعات اللي وصلت في الآخر للتوقيع على معاهدة جريادا.
كمان من الاشخاص اللي اتكلموا عن تفاصيل اول مقابلة بين الرئيس الامريكي والرماديين واحد اسمه ويليام كوبر، خدم في فريق المخابرات البحرية وكان قائد اسطول المحيط الهادي من سنة 1970 لسنة 1973، وقال كمان انه يقدر يوصل للمستندات اللي تثبت كلامه. كوبر قال ان في سنة 1953 اكتشف علماء الفلك اجسام كبيرة في الفضاء كانت بتتحرك في اتجاه الارض، كانوا فاكرينها كويكبات، بس بعد كده الادلة اثبتت ان الاجسام دي مستحيل تكون حاجة غير سفن فضائية، ومشروع سيجما قدر يدخل على الاتصالات اللاسلكية للكائنات اللي جوه الاجسام دي. بيقول لك اول ما وصلت الاجسام دي للارض اتحركت في مسار عالي جدا حوالين خط الاستواء. الاتصالات اللي دخلت عليها سيجما كانت رسائل من الكائنات دي للحكومة الامريكية، كانوا بيحذروهم من البشر على وشك انهم يقتلوا في بعض، وطلبوا من الحكومة الأمريكية إنهم يوقفوا تلويث الأرض واغتصاب مواردها الطبيعية، وطلبوا كمان منهم تدمير كل الأسلحة النووية اللي عندهم، وده كان شرطهم الأساسي علشان يبدأوا تفاوض معاه، وإنهم مش هيقدموا أي مساعدة من أي نوع للبشر قبل ما الشرط ده يتنفذ. بس طبعا الحكومة الأمريكية رفضت الفكرة دي نهائي. كوبر قال إن أول مقابلة بين الرماديين والرئيس الأمريكي كانت في قاعدة هومستيد الجوية اللي موجودة في فلوريدا، وفي الوقت ده كانت تمت معاهدة جريادة اللي غيرت مجرى السلاح الأمريكي. نصوص معاهدة جريادة كانت بتقول إيه بقى يا معلم؟ مفيش حد من الطرفين يتدخل في شؤون التاني، تحافظ أمريكا على وجود الرماديين على الأرض بشكل سري، يزود الرماديين أمريكا بالتكنولوجيا المتقدمة، وممنوع إن الرماديين يعملوا أي معاهدة مع أي دولة تاني في العالم. الكلام الكبير هنا بقى، مسموح للرماديين إنهم يعملوا تجارب على الحيوانات، وبعد لما تنجح تجاربهم يقدروا يخطفوا البشر علشان ينفذوا عليهم التجارب دي، بس الكلام ده يكون بشكل محدود وبشرط انهم يبلغوا الحكومة باسماء الاشخاص اللي هيخطفوهم، واللي ما يموتش فيهم يرجعوه لنفس المكان اللي خطفوه منه بعد لما يمسحوا ذاكرته، زي من ان بلاك كده بتاع ويل سميث لما كان بيرفع الجهاز في وش الناس علشان ينسوا اللي حصل. لو انت الكلام اللي فات ده كله مش داخل دماغك قوي ما اقدرش الومك بصراحة، بس الشوية اللي جايين دول بقى فيهم كلام هيخليك تعيد تفكير تاني. في شهر يونيو سنة 1947 مزارع اسمه ماك برازيل من نيو مكسيكو لقى في مزرعته قطع كبيرة مرمية في كل مكان. بلغ السلطات بالكلام ده. الجيش الأمريكي صرح إنه لقى بقايا طبق طاير في مزرعة قريبة من روزويل. مسؤول الاتصالات بالقاعدة الجوية في روزويل والتر أوت طلع بيان صحفي قال فيه إن مجموعة العمليات رقم 509 لقوا قرص طاير متحطم في مزرعة قريبة من روزويل. الدنيا اتقلبت ساعتها، وجريدة روزويل ديلي ريكورد نشرت الخبر ووصفت شكل البقايا اللي كانت موجودة. بعدها بالتحديد في 8 يوليو كان في زيارة للمنطقة من قيادات عسكرية تقيلة في الجيش الأمريكي. على طول كل حاجة اتغيرت ونزل بيان عسكري إن البقايا دي المنطاد كبير تبع مشروع اسمه موجر. بالمناسبة المشروع ده كانت أمريكا بتعمل ميكروفونات بتتنقل في مناطيد عالية بتتجسس بيه على السوفييت. الموضوع نام ومحدش بقى بيتكلم عليه بعد التصريحات دي لحد سنة 1978. كان في محققين ستانتون فريدمان وويليام مور بعد لما حققوا في الموضوع اتأكدوا ان موضوع المناطيد اللي قال عليه الجيش الأمريكي مش حقيقي، وعرفوا من مهندس اسمه بارنت انه شاف بعينه جثث كائنات غريبة بتموت. سنة 1995 المنتج التلفزيوني راي سانتلي قال انه معاه فيلم او فيديو تشريح جثث للكائنات دي. الفيديو اللي انت شايفه ده كان مع واحد اسمه جاك باني، كان مصور في سلاح الجو الامريكي. النسخة دي معاه من سنة 1947، كان مخبيها لانه كان خايف يعملوا فيه حاجة لو عرفوا اللي معاه. عبارة عن تشريح لجثة كائن غير بشري، قالوا عليه انه من جنس الرماديين، وقالوا كمان زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت ان الرماديين كان في بينهم وبين هتلر اتفاقية. بعد معاهدة جريادة الأمريكان أخدوا كتير جدا من التقنيات والعلوم من الرماديين، من ضمن العلوم دي هي النانو تكنولوجي وحاجات كتير تانية لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي. ركز معايا شوية بقى في اللي جاي علشان ده الخلاصة. في قاعدة سرية اسمها قاعدة دولسي موجودة تحت مدينة دولسي اللي موجودة في الجنوب الغربي في أمريكا. مدينة صغيرة جدا عدد سكانها حوالي 700 نسمة بس، بتاع 200 عيلة كده في البلد كلها. بس في نظرية بتقول إن المدينة دي منظر كده لقاعدة سرية موجودة تحتها، بيتعمل فيها تجارب غريبة ومرعبة، وفيها كائنات بشرية متهجنة ومخلوقات غريبة، ده غير الحيوانات اللي متغير في جيناتها وتقنيات متطورة مش موجودة ولسه محدش يعرف عنها حاجة. تعالى شوية نخلي الموضوع أكتر واقعية ونتكلم في الإثباتات اللي ظهرت واتكلم عليها ناس كتير. كان في واحد اسمه جابي فالديز، كان تبع شرطة نيو مكسيكو اللي فيها مدينة دولسي.
قال إنه شاف حاجة غريبة ومرعبة. في مكان خدمته كان بيلاقي حيوانات ميتة بس فيها تشوهات وحاجات غريبة جدا. بيقول إنه شاف بقرة ميتة جواها جنين بس ما كانش جنين طبيعي، كان عبارة عن كائن غريب فيه صفات أكتر من حيوان. ما كانش قادر يفسر اللي شافه، ده غير إنه كان بيشوف أجسام طايرة في نفس المنطقة دي. في بقى واحد اسمه فيليب شنايدر، اتولد سنة 1947، مهندس كيميائي متخصص انه يبني معامل الابحاث البيولوجية. اشتغل مع الحكومة الامريكية اكتر من 15 سنة، بنى فيها قواعد امريكية ومعامل كتير تحت الارض. كان دوره كمان انه يتابع على طول المعامل دي ويتأكد من سلامتها وان ما فيهاش تسريبات. هو كان واحد من الناس اللي شاركت في بناء قاعدة دولسي السرية. في يوم كان عنده زيارة لقاعدة دولسي في نيو مكسيكو. بعد لما خلص شغل اضطر ينزل تحت القاعدة دي، بس طبعا علشان ينزل تحت كان محتاج تصريح امني عالي، وهو كان معاه التصريح ده. لما نزل لبطن الارض كان معاه عسكري على حسب كلامه، شاف اللي هيغير حياته للابد. The worst garbage can you can imagine. The person was or the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol at that time. This is in late August of 1979, and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me, just but in and out of. I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Valiant Thor. He's right here. This was in August of 1943. Well, I'm a tired American speaking out. زي ما شفت كده، شنايدر قال انه شاف مجموعة من الكائنات الرمادية اللي كان ليها هيئة تشبه البشر وطول كان حوالي 2 متر. من غير تفكير طلع المسدس اللي كان معاه وضرب عليهم نار وقدر يقتل 2 منهم. بس قال كمان ان واحد منهم بحركة من ايده ضرب عليه شعاع ازرق زي الصعقة بالظبط. كان بدأ يفقد الوعي بس كان شايف كل حاجة بتحصل حواليه. بس كان في ظهره العسكري اللي انقذ حياته وسحبه ناحية الاسانسير بس ما قدرش ينقذ نفسه. شنايدر بلغ قائد القاعدة اللي نزل معاه هو وعدد كبير من الجيش الامريكي. 66 شخص ماتوا في الحادثة دي وكلهم اجسامهم اتحرقت وبقت رماد في نفس اللحظة. شنايدر مسكتش من بعديها وبدأ يعمل محاضرات ويحاول يفهم العالم اللي بيحصل من وراه. اتكلم عن الميزانية السوداء، 25% من الناتج القومي المحلي الحكومة الأمريكية بتخصصه علشان تبني القواعد السرية دي تحت الأرض. قال كمان ان الانواع الحديثة من الطيارات السرية الامريكية اللي لسه ما استعملوهاش اتعملت من خلال الرماديين في القواعد اللي تحت الارض، وان في معاهدة وتعاون علمي سري بين المخلوقات دي اللي بيقول انها موجودة على الارض من ملايين السنين وبين الحكومة الامريكية، وان عدد قليل جدا من القادة الامريكان يعرفوا بالاتفاقيات دي. ده غير كمان الغواصات النووية الحديثة اتصنعت بمساعدة الرماديين. فيليب قال ان في حكومة خفية هي اللي بتتحكم في العالم كله غير اللي احنا بنشوفهم في التلفزيون. وعلى فكرة مقدم البرامج ويليام كوبر قال نفس الكلام بالظبط. الشعاع اللي اتضرب بيه شنايدر اتسبب له بعد كده في مرض السرطان، بس الحكومة الأمريكية ما استنتش ان المرض هو اللي يخلص عليه. في يوم صاحب شنايدر لاحظ انه ما شافوش من فترة، شك ان يكون حصل له حاجة. لما دخل بيته شاف منظر مرعب. انا بعتذر انه مضطر اوريهولك. فيليب شنايدر كان بقاله اسبوع كامل ميت، وسبب الموت اللي الناس كلها عرفته انه جاله سكتة دماغية. بس طبعا واضح زي ما انت شفت في الصورة انه اتقتل، واكيد كمان عارفين مين اللي قتله. في كمان دكتور فيزا اسمه بول بينيفيتس كان في زيارة لمدينة دولسي بعد لما سمع محاضرات عن الأطباق الطايرة والحيوانات المشوهة في المنطقة دي. وفعلا لما راح هناك لقط إشارات قريبة من مدينة دولسي، وكانت طالعة من تحت الأرض بسرعة رهيبة للسماء.
اكيد انت بتسأل نفسك ليه الرماديين دول بيعملوا تجارب على البشر وعايزين ايه مننا؟ اول حاجة بتتقال ان الرماديون ما عندهمش اجهزة تناسلية، وعلشان الانتاج والتكاثر وعلشان ما ينقرضوش لازم يبقى فيه استنساخ. باستكرار عملية الاستنساخ بيتسبب في انهيار حمضهم النووي، علشان كده الرماديون بيخطفوا البشر وبيعملوا تجارب على انظمتهم الانجابية والتناسلية، وساعات بيخطفوا الستات علشان يزرعوا اجنة فيهم. بص يا معلم، الموضوع ده فيه كلام كتير، انت حر طبعا تصدقه او تكذبه، بس انا هقولك رأيي بكل صراحة. انا كمسلم عارف ان الارض 7 زي السماوات ال7، في كلام كتير وتفسيرات كتير عليها، فالنقطة دي ما فيهاش كلام ومطح. ده غير طبعا قصة يأجوج ومأجوج اللي احنا عارفينها، ودول احنا عارفين مواصفاتهم بس مش بالشكل الدقيق اللي يخلينا نجيب شكلهم بالظبط. انا مش هنكر طبعا ان في كلام كتير صعب ان حد يصدقه، بس عايز اقولك ان في كلام كتير برضه حقيقي وحصل. بصراحة أنا مش قادر أكدب الكلام ده كله ولا أصدقه كله، بس اللي أنا متأكد منه إن في حاجات كتير جدا لسه مشوفناهاش. استنوني في الحكاية اللي جاية. سلام.